إن الحمد لله حياكم وبياكم وسدد على الهدى خطاي وخطاكم، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يقين وإياكم مصارع السوء. أدخل في الموضوع مباشرة حتى نستفيد. لماذا الرجل دائما أو غالبا يرى زوجته ليست جميلة؟ سؤال وجيه ترى. لماذا الرجل دائما يرى المرأة التي في الأسواق أجمل من زوجته؟ لماذا الرجل دائما يرى أن المرأة كل امرأة غير زوجته يراها أجمل بكثير من زوجته؟ لماذا؟ تشكو النساء تجد المرأة مسكينة تتزين وتتعطر وتتلبس ويعني ما فتح الله عليها، ثم الزوج ينظر إليها كأنها صديق، ربما لا ينظر لها كما ينظر للمرأة التي في الخارج، رغم أن ربما زوجته هذا الرجل أجمل بمليار مرة وضعف من المرأة التي في الخارج. لكن لماذا حقيقة؟ لماذا معشر الرجال يرى دائما أن المرأة ليست جميلة زوجته، لكن التي في الخارج يراها من الحور العين؟ اسمع يا معشر الرجال إن كانوا يسمعونني الآن. ابن مفلح رحمه الله يقول، اسمع وأعطني سمعك، أيضا النساء اسمعني. يقول ابن مفلح رحمه الله: العين ترى ما لا تملك على غير أصله. العين ترى ما لا تملك على غير أصله، فإن ملكته رأته على أصله. علم؟ يعني أنا ربما لا أملك سيارة فارهة، فأقول هذه السيارة لو ملكتها سأصنع العجب، فلما تملكها تراها كأي سيارة، الفرق اللهم السرعة وبعض الأشياء. كذلك الرجل لما يرى امرأة غير زوجته يظن أن هذه المرأة يعني كأن الله عز وجل ما خلق غيرها، وزوجته كأنها يعني الله عز وجل جعل حوادث الدهر فيها. علم؟ يرى زوجته وجمال وجه زوجته يراه كأنه حوادث، ويتذكر فيه كل حادث مر بحياته، لكن المرأة التي في الأسواق يراها على أنها حور عين. فيقول ابن مفلح رحمه الله: إن العين ترى ما لا تملك على غير أصله، فإن ملكته رأته على أصله. رجل في مكة كان يمشي في طرق مكة فرأى امرأة جميلة فنظر إليها، فقالت له المرأة: يا هذا غض بصرك. المرأة قالت للرجل: يا هذا غض بصرك عما ليس لك. أعيد، المرأة هذه الجميلة قالت للرجل: يا هذا غض بصرك على ما لا تملك أو على ما ليس لك، حتى ترى ببصيرتك ما هو لك. يا أخي كلامها يا معشر الرجال يوزن بالذهب. رجل في مكة رأى امرأة جميلة فقالت له: يا أخي غض بصرك عما ليس لك حتى ترى ببصيرتك ما هو لك. علم؟ فهذا البصر إذا أطلق هنا وهناك لن ترى ما تملك. والعين مصيبتها أنها لا تشبع، البطن يشبع، اليد تشبع، العين لا تشبع، العين لا تشبع. لهذا أبو موسى رحمه الله يقول: لئن يمتلئ أنفي، اسمع، يقول أبو موسى: يمتلئ أنفي بريح جيفة. ما هي الجيفة؟ شيء ميت وتحلل ورائحته نتنة. يقول: لئن يمتلئ أنفي برائحة جيفة أحب إلي من أن تمتلئ بعطر امرأة. لماذا؟ حتى لا يفتن. قال أهل العلم علقوا على هذا، قال: هذا الأنف ويصنع هكذا، فكيف العين يا معشر العقلاء؟ إذا كان الأنف ويصنع هكذا فكيف العين؟ لهذا عجيب الأمر النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة استعطرت فمرت بالقوم ليجدوا ريحها فهي زانية. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم غلظ هذه العقوبة؟ المرأة لا تعلم ماذا تصنع بالرجل لما تمر هكذا، تفتن أمة المرأة. لهذا يقول أحدهم: أزاحم بعيرا مطليا بقطران أحب إلي من أن أزاحم امرأة. تصور
يقول أحدهم أزاحم بعيرا مطليا بقطران أحب إلي من أن أزاحم امرأة. لهذا صدق عليه الصلاة والسلام حينما قال اتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. لهذا يجب أن نقف صراحة أن نتأمل لماذا الرجل عينه فارغة بين قوسين، يعني لا أحب أن أستخدم الكلمات العامية، لكن عينه فارغة تكفي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء. ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء. لهذا لماذا ترى المرأة التي أنت لا تملكها وليست بحلالك تراها جميلة يا أخي؟ لماذا؟ اسمع ماذا قال مجاهد، قال إذا أقبلت المرأة جلس الشيطان على رأسها فزينها لمن ينظر إليها، وإذا أدبرت زينها لمن ينظر إليها. فأنت ترى المرأة فالشيطان يزينها لك إذا كانت ليست لك وليست بحلالك، تمشي يزينها لك، ولما تصبح لك تقول يوم أسود. أقل كلمة تقولها أين كنت أعمى، وتصبح تلوم اليوم الذي تزوج. لماذا؟ هكذا طبع العين. هذه العين كل شيء لا تملكه جميل، كل شيء لا تملكه جميل. لهذا الله عز وجل يا أخي القرآن يعلمنا أشياء عجيبة. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. لماذا؟ إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، قال عليه الصلاة والسلام. هذه نقطة. قال تعالى اسمع واعطني سمعا قل للمؤمنين، أي يا محمد قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. انظر وضع كلمة من، لأنه تخيل لو قال الله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا أبصارهم، والله سنمشي ومعنا العكازة هذه، خصوصا إذا مشينا في الأسواق. فقال الله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، بمعنى يغضوا ما استطاعوا من أبصارهم، ويحفظوا فروجهم، ما قال ويحفظوا من فروجهم. هذه عجيبة هذه الآية. لماذا وضع في الأولى من التبعيض هذه وفي الثانية لم يضعها؟ لماذا؟ لماذا الله عز وجل قال إن الله خبير بما يصنعون، وقال وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، وضع من. انظر قال من أبصارهن وضع من، ويحفظن فروجهن ما وضع من. لماذا؟ قال أهل العلم رحمهم الله ربما البصر يتفلت، يعني وأنت تمشي في الأسواق تغض يمين تفتح شمال وإذ مصيبة تغض تدخل في الحائط. فالله عز وجل قال من، يعني ارفع بصرك ارفع بصر حتى تمشي على الأقل. لكن ما قال من فروج ويحفظوا من فروجهم، قال ويحفظوا فروجهم، لأن الله عز وجل يقول لك كأنه يقول لك لا يوجد رخصة لك للزنا أبدا، فقال ويحفظوا فروجهم. لو قال ويحفظوا من فروجهم لقال يعني لو هذا وقع مرة لا، فلكن الله عز وجل قال ويحفظوا فروجهم حتى ما يفتح لك مجال حتى للتفكير أن تقع في الفاحشة. لهذا القرطبي يقول البصر هو الباب الأكبر إلى القلب. هذه الكلمة يجب أن نقف عليها صراحة. لما نقلت هذه الكلمة في تفسير القرطبي رحمه الله قلت هذه تحتاج محاضرة، بعدين قلت سأمر عليها مرور الكرام، الآن لا، لن أمر عليها مرور الكرام. يقول القرطبي البصر هو الباب الأكبر إلى القلب. اسمعني، أين الحب؟ مكنون الحب أين هو؟ في القلب. لهذا كل رجل لا يحب زوجته خصوصا إذا كانت غير مقصرة معه فلينظر إلى عينه أين تذهب. والله نصيحة، كل رجل لا يحب زوجته وهي طبعا غير مقصرة فلينظر إلى هذه العين أين تذهب. وخصوصا نحن في زمن مع برنامج تويتر وهذا الذي خرج لنا كيك وغيره، أعان الله الرجال، ليس الرجال، أعان الله الزوجات. اي والله أعان الله الزوجات. لهذا القرطبي يقول البصر هو الباب الأكبر إلى القلب. فهذه القلوب فيها، يعني ماذا أقول لك حتى أبين لك، هذا القلب مصيبته مصيبة، بمعنى كل شيء إذا خلا من الخشية وتقوى الله كل شيء
فيه فتنة يهواه، والبصر لا يبصر إلا الفتن. بمعنى أنت لما تذهب مع زوجتك مثلا نتكلم، تلبس عباءة مثلا جميلة ويعني قامت بتفصيلها ولبستها، ورأيت في السيارة امرأة تمشي أمامك نفس العباءة، ستنتبه لهذه المرأة ولن تنتبه لزوجتك؟ بصر. كما قال ابن مفلح رحمه الله: إن العين ترى ما لا تملك على غير أصله. لهذا جاء جرير رضي الله تعالى عنه يقول: سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن نظر الفجأة فقال فأمرني أن أصرف بصري. اليوم ما هو نظر الفجأة؟ ما هو نظر الفجأة؟ امرأة تمر من الأمام تجد الرجل ينظر إليها: يا شيخ إلى الآن لم أرمش، إلى الآن ما حركت جفني. هذه النظرة الأولى. ما أدري، احتيال على شرع الله، يكذبون على أنفسهم، ما تدري، يعني في شيء، يوجد خلل. النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جرير قال: أمرني النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أصرف بصري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي يتكلم مع زوج ابنته، النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم مع زوج ابنته، علم، قال: يا علي لا تتبع النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. يعني أنت بمجرد أن تطلق هكذا فترى، غض من بصرك، اغض من البصر، لك الأولى وليست لك الآخرة كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فهل أنت حريص على أن لا تطلق هذه العين؟ لهذا أحيانا يعني إذا الرجل فقد بصره تجده سبحان الله قلبه خاشع منيب، لأن البصر إذا أطلق أكبر صارف لأعمال القلوب البصر، أكبر صارف لأعمال القلوب هذا البصر. لهذا تجد الرجل إذا فقد بصره تجد أن الإدراك الآخر من حواسه وخشيته وإلى النهاية تعمل أشد، لأن هذا البصر أكبر صارف لأعمال القلوب. لهذا أسماء تقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان منكن يؤمن بالله واليوم الآخر، يتكلم مع النساء. سابقا كانت صفوف الرجال هكذا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤم مثلا صفوف الرجال ثم صفوف النساء، يعني صفوف النساء بعد صفوف الرجال. فلما النبي صلى الله عليه وسلم يسجد يقول الله أكبر، يرفع مع بعضهم البعض. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال للنساء؟ من كانت منكن تؤمن بالله واليوم الآخر فلا ترفع رأسها حتى يرفع الرجال. لماذا هذا الحرص يا أخي؟ هم في صلاة، هم يعبدون الله وصحابة، لماذا هذا الحرص؟ حتى لا تفتتن النساء بالرجال وهم في صلاة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كانت منكن تؤمن بالله واليوم الآخر فلا ترفع رأسها حتى يرفع الرجال. لماذا هذا الحرص وهم في صلاة؟ حتى ما تنظر امرأة هنا أو هناك. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اكفلوا لي 6 أكفل لكم الجنة. والله سهلة، اسمع، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اكفلوا 6 أكفل لكم الجنة. ما هن يا رسول الله؟ إذا حدث أحدكم فلا يكذب، اسمع، احفظ، إذا حدث أحدكم فلا يكذب، وإذا وعد فلا يخلف، وإذا اؤتمن فلا يخن. هذه الثلاث تأخذ براءة من النفاق. ما الثلاثة الأخرى؟ قال صلى الله عليه وسلم: وغضوا أبصاركم واحفظوا فروجكم وكفوا أيديكم. 6. الثلاثة الأولى براءة من النفاق، الثلاثة الآخرة براءة من الفسوق. فإذا أنت أتيت ببراءة من النفاق وبراءة من الفسوق، النبي صلى الله عليه وسلم ضمن لك الجنة. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم ينظر إلى محاسن امرأة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم ينظر إلى محاسن امرأة ثم يغض بصره. أعيد، قال عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم ينظر إلى محاسن امرأة ثم يغض بصره إلا أخلفه الله عبادة يجد لها حلاوة. علم؟ لهذا جاء في الحديث: النظر سهم مسموم من سهام الشيطان فمن تركه مخافتي أبدلت بدلا من حلاوة الإيمان يشعر بها بقلبه ولسانه. لهذا
الله عز وجل لما ذكر قوم لوط ماذا ختم الآية؟ إن في ذلك لآيات للمتوسمين. ما معنى المتوسمين؟ قال هو الذي صرف بصره عن المحارم فأتاه الله الفراسة. فراسة المؤمن، فراسة المؤمن لا تأتي إلا لرجل يغض بصره. أعطيك فائدة أخرى مني. سورة النور بعدما الله عز وجل قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وأمر المؤمنات وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، ماذا بعد آيات ماذا قال الله عز وجل؟ الله نور السماوات والأرض. ما المناسبة؟ لماذا الله عز وجل جاء بهذه الآية بعد غض البصر؟ كأن الله عز وجل يقول لك إذا غضضت من بصرك فأنا نور السماوات والأرض وأنير لك بصيرتك. تصور، كان الله عز وجل يقول يعني ليه مناسبة القرآن يذكر غض البصر للمؤمنين ويذكر غض البصر للمؤمنات، ثم يقول الله نور السماوات والأرض. لماذا؟ كأنه يقول لك ترى النور من عند رب العزة، فإذا أنت غضضت بصرك عن المحارم أتيتك نور البصيرة، ومن آتاه الله نور البصيرة لا يحتاج للبصر، لأن البصيرة تنظر بنور الله، بنور الله تنظر، والبصر لا تنظر إليه إلا بالنور بشعاع الشمس والقمر، لكن البصيرة لا تحتاج إلى نور لأنك تنظر بنور الله جل وعز شانه. لهذا أبو موسى يقول كل عين زانية، كل عين زانية. هذا عجيب، لكن من هي؟ هي التي تطلق نفسها إلى محارم الله. لهذا الأصمعي، ما أدري كم معنا احنا من الوقت، زين لهذا من الدعاء المشهور قبل الأصمعي كان النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ اللهم طهر قلبي من النفاق، وعملي من الرياء، ولساني من الكذب، وعيني من الخيانة، وعيني من الخيانة. لهذا ابن عباس، السيرة تعلمنا الأدب، ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول كانت امرأة تصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم حسناء من أحسن الناس. أعيد، ابن عباس يقول كانت امرأة تصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم حسناء من أحسن الناس، فكان بعض القوم يتقدم إلى الصف الأول لكي لا يراها، لئلا يراها حتى لا يفتتن، وكان منهم يستأخر في الصف حتى يراها، فكان إذا ركع، يعني هذه حتى نستفيد، كان إذا ركع ينظر تحت إبطه، ينظر هكذا، تصور ينظر من تحت إبطه للمرأة في الصلاة، ينظر تحت إبطه. فأنزل الله عز وجل ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين، فأصبح القوم يتقاتلون على الصف الأول. لماذا؟ فتنة، فالبصر فتنة، ولا تغتر بنفسك، فإن الرجل إذا أدام النظر عاقبه الله بموت القلب، ومن مات قلبه لا يحيا إلا أن يشاء رب العزة جل وعز شانه وتقدست أسماؤه. زين على كل حال، فقط أعطني دقيقة. قال أحدهم لا يضرك حسن المرأة إذا لم تعرفها، يقول أحدهم لا يضرك حسن المرأة إذا لم تعرفها. وقال أيوب كان طاووس لا يصحب ولا يسافر وفي القافلة امرأة. على كل حال الكلام كثير في هذا، لكن هو الشاهد من الأمر أن الرجال لا ينظرون لجمال زوجاتهم بسبب عيونهم الفارغة. نعم أعطني أم عبد الله.